احد اهم عوامل النجاح هو عنصر التخصص. الشركه اللي هنتكلم عنها النهارده هي شركه مؤمنه جدا بفكره التخصص، شركه ليها رؤيه مستقبليه مختلفه وكبيره جدا. مع حضراتكم المهندس محمد اسعد، مدير فريق مبيعات بمجموعه شركات KHL مستشارك العقاري، وهنبتدي نتكلم مع بعض النهارده عن مشروعات شركه باراجون من قلب العاصمه الاداريه. احنا موجودين دلوقتي امام مشروع باراجون 1، كنا صورناه من فتره قريبه. نقدر ان احنا نشوف الفيديو لما ندوس هنا او من خلال اللينك اللي موجود اسفل في الديسكريبشن. حبينا ان احنا ناكد مع بعض النهارده حجم الانجاز من على ارض الواقع اللي وصلت له الشركه، وابتدوا ان هم يشتغلوا في الواجهات المعماريه وتقفيل جميع الوحدات من اعمال المباني، وشغالين دلوقتي في تركيب الشاسيهات في الواجهات المعماريه. شركه باراجون من اكتر الشركات المؤمنه بالتخصص ومؤمنه جدا بالندره في البرودكت دايما اللي بتقدمه. هنلاقي في معظم مشروعاتها ان لم يكن كلها متخصصه في القطاع الاداري، بتختار مواقع فريده. حبينا نحتفل معاهم في حفل توقيع عقد الاداره والتشغيل ما بين شركه باراجون بروبرتيز لاداره مشاريع باراجون ديفلوبمنتس وشركه سي فيلاز، احد اهم واكبر الشركات الانجليزيه المتخصصه في الاداره والتشغيل على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. هنبتدي دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احدث مشروع موجود لشركه باراجون في العاصمه الاداريه الجديده، وهو مشروع باراجون 2. اتفضلوا معانا. احنا موجودين مع حضراتكم دلوقتي في مشروع باراجون 2. استكمالا للايمان بعنصر التخصص والندره، موجود معانا مشروع باراجون 2، مبنى اداري متخصص بالحي المالي على مساحه ارض باجمالي حوالي 11000 متر مربع، ومساحة ملكية لمشروع باراجون 2 حوالي 9215 متر مربع. عملت شركة باراجون مبنى إداري متخصص يتكون من 3 بيزمنت وأرضي و7 أدوار، بإجمالي مساحة بيعية حوالي 32250 متر مربع. مشروع مقسم إلى 3 مباني، مبنى اس ومبنى سي، يتوسطهم مبنى مهم جدا لأول مرة في العاصمة الإدارية الجديدة، مبنى بالكامل مخصص كخدمات بيسيرف على المشروع بالكامل، وهو مبنى باراجون هاب. تم تقسيم المساحات البيعية لكل من مبنى اس ومبنى سي، حيث أن كل مبنى إجمالي المساحة البيعية فيه حوالي 16125 متر. طبعا الشركة المالكة للمشروع هي شركة باراجون، مقاول التنفيذ هي شركة أبك وشركة أساس، استشاري المشروع هي شركة معمار. مبنى مصمم للحصول على شهادة الليد العالمية كمبنى صديق للبيئة وموفر للطاقة. لوكيشن ممتاز جدا، واقع ما بين عدة بنوك، من أهمهم وعلى رأسهم بنك مصر وبنك القاهرة، خطوات من البنك المركزي، خطوات من المحور المركزي الرابط شمالا من طريق القاهرة السويس، مرورا بالمطار، القصر الرئاسي، الحي الحكومي والحي المالي والداون تاون، وصولا إلى الأحياء السكنية وطريق القاهرة العين السخنة. خطوات من المحطة التبادلية الأهم في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي محطة تبادلية ما بين المونوريل والLRT. مشروع مطابق للأكواد الهندسية والتشغيلية اللي بتتطلبها الشركات العالمية. دلوقتي تقدر تتعاقد على مقرك الإداري في أحدث مشروعات شركة باراجون بالعاصمة الإدارية. مشروع باراجون 3، موقع متميز بقلب الحي المالي والبنوك، على محور الرئاسة والحديقة الرئاسية مباشرة، بإجمالي مساحة أرض حوالي 6500 متر مربع، بإجمالي مساحة بنائية حوالي 22800 متر مربع، 2 بيزمنت وأرضي و7 أدوار، مبنى إداري بالكامل محقق للأكواد الهندسية والتشغيلية، بخدمات للشركات العالمية، ميتينج رومز، نيرسري، كومن تويلت، جيم، قاعات محاضرات ومكتبة. أوراق قانونية تامة من اختار تخصيص، محضر استلام قطعة الأرض، رخصة حفر ورخصة إنشاءات، بمساحات تبدأ من متوسط 100 متر، بأسعار للمتر تبدأ من متوسط 62,000 جنيه للمتر، بأنظمة سداد تبدأ من 10% مقدم و8 سنين. في عرض حصري حاليا بمناسبة لونش المشروع، خصم 10% على جميع أنظمة السداد، وخصم كاش يصل ل 50%. في انتظار أي سؤال أو استفسار من حضراتكم من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة، كان مع حضراتكم المهندس محمد أسعد، مدير فريق مبيعات بمجموعة شركات KHL مستشاركم العقاري. شكرا.